السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وأحسن الأحوال. اليوم جيتكم بواحد الحلوة اللي معروفة ورائعة جدا، كتجي غزالة، كعب غزال. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تكتشفوا الطريقة والمقادير وفرجة ممتعة للجميع. هنا كما كتشوفوا معايا عندي كيلو ونص ديال اللوز اللي حيدت ليه الجلده ديالو، سلقته في الماء طايب وخليته ليله كامله حتى نشف مزيان. ضروري هاد المرحله هادي تخليو حتى اللوز ديالكم ينشف مزيان من الماء. هنا غادي ندوز باش غادي نطحنو غير بوحدو الطحنه الاولى، عاد نضيف ليه سكر سنيده. شفتوا معايا ما خليتوش طحن بزاف حتى تعجن، حتى غنعاود ليه الطحنه الثانيه. كما كتشوفوا معايا هنايا طحنت الكميه كامله اللي عندي. هنا انايا كنكهو القشور ديال الحامض، كيجيو واحد النكهه كتعطيهم رائعه، واحد المذاق كيجي غزال. واحد جوج ديال لي شاسي ديال فاني، وعندي المزهر من طبيعه الحال هو اللي غادي نجمع به العجينه ديال اللوز، وعندي الزبده، وهنا سكر سنيده. انايا ضفت غير هاد الزلافه تقريبا يعني رابعه في كيلو ونص. ما انا ما كنديرش السكر بزاف، كنقص الكميه ديال السكر. غادي نضيف ليه هاد السكر سنيده والفاني ونعاود نطحنو. وهنايا راني ضفت ليه الزبده وضفت ليه النكهه ديال الحامض، وكما كتشوفوا معايا تنعجنوه مزيان. تيبغي الدليك مزيان مزيان مزيان. انا كندلك وانا كنزيد المزهر. هنا العجينه كما كتشوفوا معايا عندي هنايا جوج معالق حتى لثلاثه ديال الزيت، جوج معالق ديال السكر كلاصي، والزبده عندي 125 غرام ديال الزبده. صافي غادي نبسبس هاد الدقيق مزيان حتى ندخل فيه الزبده مزيان حتى يترمل، عاد نجمعو حتى هو بالمزهر. كما كتشوفوا معايا، شوفوا الدقيق راه تلبس بديك الزبده والزيت. صافي وكنجمعو بالمزهر. العجينه ما تكونش خفيفه، كنخليوها شويه قاصحه باش تجي مزيانه، تجينا مزيانه في الخدمه. صافي كنعجنها، كنجمع العجينه ديالي كنديرها في واحد البلاستيكه وكنديرها في الثلاجه ونخليها ترتاح. تقدروا العجينه توجدوها بليله قبل. شوفوا القوام ديال العجينه، يعني راه ما كيكونش قاصح بزاف وما كيكونش رطب. بعد ما ارتاحت العجينه ديالي دزت قسمتها على كويرات صغار. كما كتشوفوا معايا هنايا كندلكها بالدلاك وكندير ليها هاد الطريقه هذه باش كتجينا ساهله في الخدمه. انا عندي الوراقه كنديرها في الوراقه، كتسهل عليا الخدمه، وكتجي حتى العجينه كتجي يعني نفس الحجم. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى تنكمل الكميه كامله اللي عندي، وكنديرها في بلاستيك وكندخلها للثلاجه. صافي ملي كنبغي نخدمها كنجبدها
وكنخدم، كنسرح 2 كويرات ولا 3 حتى كنخدم بيهم، وعاد كنعاود الاخرين تاني حتى تنكمل. كما كتشوفوا معايا راه قلت لكم انايا عندي الوراقه درتها فيها. اللي ما عندوش يمكن له يدير غير بالدلاك صافي. وهنايا العجينه ديال اللوز كورتها كامله، درتها هكا حريبلات صغار، وضروري تغطيوها بالسلوفان ان باش ما تنشفش لكم هذيك العقده ديال اللوز. انا تبارك الله ما شاء الله كتجي ناجحه هاد العقده ديال اللوز صافي. وكندوزو كنشكلو تبارك الله، راه كلشي كيعرف الطريقه ديال الكعبه. كيخليها هكا غير عاديه، كاين اللي كيبغي ينقشها. كما كتشوفوا معايا هنايا انا كنقشها. لي ساهل، غير خاص غير شويه ديال الوقت وشويه ديال الخاطر. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى تنكمل الكميه كامله اللي عندي. هنا كما كتشوفوا معايا بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي ديال العجينه وديال العقده ديال اللوز، كنخليهم واحد الليله كامله حتى ينشف لينا العقده ديالنا، اللوز ديالنا عفوا، الكعبه ديالنا حتى تنشف. ضروري الحلوى كلها ديال اللوز ضروري كتبغي تبات. هنا باش كندهن الكعبه انا ضفت بيض ديال البيضه، 2 معالق ديال الزيت، واحد نص معلقه ديال السكر سنيده، وهما اللي كيعطيونا داك اللوين ذهبي، كيعطيونا واحد اللون رائع. تيجي الكعبه كندهنوه بها كيعطينا واحد اللون اللي رائع. بغيتو تستغناو عليه ضيفوا غير الزبده بوحدها، ضيفوها صافي. كندوز هنايا واخا نقشتو ضروري تندير فيه هذوك التقيبات بالبرا باش نتفاداو انه يتنفخ لينا في الفران. صافي كندوزو كندهنوها مزيان، ما دهنوش الجهه التحتانيه لان الا دهنتوه من التحت غادي تلصق لكم في اللاطه وغتلقاو مشكل، يعني غادي يخسر لكم الكعبه ديالكم. هنا خليتهم كما قلت لكم ليله كامله، راه ناشف تبارك الله ما شاء الله. صافي كندوز كندهنهم بهذيك الصلصه اللي درنا ليهم، البيض والزيت وسكر كلاصي، كيعطيهم واحد اللمعه اللي كتجي رائعه. صافي هنا كملتو كامل، غادي ندخلو الفران
حتى يتحمر. انا كيعجبني فيه داك اللون، كيجي فيه داك اللوين ذهبي، كيجي رائع جدا. بغيتو تستغناو عليه كما قلت لكم، يمكن لكم تضيفوا غير الزبده بوحدها، دهنوه غير بالزبده. هنا كما كتشوفوا معايا كيجي رائع جدا. ما انا ما درت ليه لا ناباج لا حتى شي حاجه، يمكن لكم ديروا ناباج. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ويكون خفيف ظريف على قلوبكم، وخليتكم في امان الله وحفظه. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.